الحلالة اللي راكم تطالبوا بالشعب الجزائري يخرج ويعمل فوضى في بلاده. نحب نطمنكم باللي ما كان حتى واحد خرج اليوم، الناس الكل في ديارها، الدنيا راهي نسمة لبرا. الله اكبر على الجزائر. ما فهمتش انا علاه حابين الجزائريين يخرجوا. المطالب نتاعكم اللي طالبينها انتم درك في بلادكم، الجزائري راهي عنده طلبوه بانه يخرج على يعني اعلاه. يعني الجزائري خرج في 88 في عام 1988 خرج، وكان هو السباق للربيع العربي بعد أكثر من 20 سنة باش بدأت تمشي في الدول العربية، وبدأت ثورة البوزيزي في تونس في 2010. يعني ماضي الجزائر حاضركم. اي خطوه في البلدان العربيه راهي تبدا من الجزائر. درك انا ما نقدرش نقول لكم يا حلاله علاه طلبوا فينا درك باش نخرجوا، باسكو انا عم بالي بكم ما بالكمش من قبل باللي رانا خرجنا، باسكو نتوما انا مانيش نبيبات باش نسقسيكم السؤال هذا، باسكو عم بالي بكم راكم في القمر. سي سور ما بالكمش باللي خرجنا على مرحلتين وحققنا مطالب. يعني حققنا مطالب اللي انتوما قاعدين تطالبوا فيه درك متوفر وبكثرة في الجزائر. يعني باش تلحقوا للأشياء الموجودة في الجزائر لازم تحبسوا المرة دي وتعاودوا تخرجوا مرة أخرى، بس تتلحقوا على المنح وتلحقوا على السكنات المجانية من عند الدولة، دعم السلع للجزائر، دعم السلع الدولة للجزائر، دعم هذا السلع الدولة في الجزائر، دعمها للمواطن باش يقدر تكون في المتناول. هذه الأمور كل ما عندكمش نتوما درك جيست راكم في السكن وفي التعليم اللي هو مجاني 100% في الجزائر. درك تجيو تقولوا لي كي عادت كيما هكا علاه انتوما راكم تحرقوا في القوارب. لازم تحط في بالك يا الحلاله باللي اللي قاعد يحرق في القارب هذاك راهو ما هوش بلاش. راهي كاينه ناس وصلت ل 200 مليون، يعني 100 مليون درهم عندكم انتوما باش يوصل لاوروبا. نقول لك انا علاه وقت بومدين كيما استقلت الجزائر كان بومدين عمل المجهود نتاعو باه يوصل انه سوارد الجزائر تكون الدوبل تاع سوارد فرنسا. يعني تعطي قيمة تاع سوارد في الجزائر كي تدها تصرفها في فرنسا راهم يعطيوك الدوبل تاع المبلغ هذاك. وكيك الوقت هذاك والجزائريين كانوا يهاجروا يروحوا يعيشوا في فرنسا ويعيشوا في اوروبا. عقلية الجزائري كما هك، الجزائري يحب يعيش الاترونجي عكس الياباني اللي بلاده عبارة عن جزر وعبارة عن زلازل في أي وقت قدرة تصرى مع كيكا ما يحبش يخرج من بلاده. العكس الجزائري يكون وش يكون يحب يخرج من بلاده، ملياردير يحب يخرج من بلاده. الله غالب هذه عقلية الجزائري. مع أنه ما ننكرش بلي كاين فقر وكاين ضعف وكاين مشاكل يعني، وانا ديما نرجع ونقول أي مشكلة في الجزائر أساسها الشعب. لأنه إذا أنت ما خدمتيش على بلادك وما حفظتيش على بلادك وما وصلتيش صوتك للمسؤولين، راهي المشكله فيك انت، ما هيش مشكله في المسؤولين. هذا ما نقدر نقول لكم. حلاله ما كاين حد شي في الجزائر. حاولوا تجيبوا انتم حقوقكم من المخزن اللي درك ولا يقتل فيكم. خلاص سيتكم البارحه وعمل الوحده تاع بابا حسن الثاني، عمل له اناشيد وكان واقف وجو بونس ميت ما تنفسش ولا حاجه كيما بريسك راقد ولا يعني هكاك. وزاد خرجت لكم فرنسا حمات عليكم المحميه تاعها نتوما، قلت لكم قعدوا ترونكيل شوفوا واش راح يتعاملوا في الامور هذه كامله. وتحيا الجزائر، والجزائر بعيده على جيرانها بسنوات ضوئيه. يعني اللي يصرف في الجزائر اليوم تراقبوه بعد سنين في دول الجوار. تحيا الجزائر.